يطلب له شغلانه. نعم سيد الرئيس، هناك أيضا دعاوى كانت من بعض قيادات الحراك فيما يسمى بالحراك الجنوبي بعمل استفتاء يضاهي الاستفتاء الذي يعمل الآن بالسودان للتخيير ما بين الانفصال ولا لا. اسمح لي هنا فخامة الرئيس فقط أن أقرأ إليك بعض الأرقام. نحن قمنا بعمل استفتاء خاص مع أحد مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية لبعض الجاليات اليمنية المقيمة هنا وهناك، سوف أذكرها، تسمح لي أذكرها فخامة الرئيس. أوساط الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، انفصال أو لا، 98% لا للانفصال. أوساط الجالية اليمنية في الإمارات، لم نجد أحد يؤيد الفكرة. أوساط الجالية اليمنية في شيفيلد في بريطانيا، على اعتبار أن معظم العمالة توجد هناك في شيفيلد، 95% لا للانفصال. أوساط الجالية اليمنية أخيرا في ميشيغان الأمريكية، أيضا عمالة كثيرة تتواجد في ميشيغان الأمريكية، 96% لا للانفصال. بارك الله فيك. إذا ماذا يريدون هؤلاء فخامة الرئيس؟ خلاص هذا الجواب. نعم، التخريب. هذا التقريب. نعم. شكر لك. طيب أنتقل أنا الآن من